السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير بالمصري. معكم محمد فتحي. حلقتنا النهاردة مختلفة شويتين وهتعجب ناس كتير، بس خليك صبور معايا. خليك صبور معايا مش عشان الحلقة مملة أو طويلة، خليك صبور معايا عشان الكونتنت أو محتوى الحلقة دي لو هتستعمله هيحتاج منك صبر وطولة بال كتير جدا. حلقة النهاردة عن عدسات ممكن تكون سعرها أقل من $50 أو أقل من $40 أو بما يعادل مثلا بالمصري في حوالي من 400-500 جنيه فيما فوق. طبعا انت دماغك راحت ل 18-55 ودماغك راحت لعدسات زي 70-300 مثلا لما يكون سعرها 700-800 جنيه. لا، مش بتكلم على العدسات دي خالص. احنا هنتكلم النهارده عن اولد فوتوغرافي سكول، يعني دراسة التصوير القديمة. هنرجع بالزمن لورا كده لغاية 1980 1970، الحاجات القديمة قوي 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 دي، يعني ممكن تكون داخله لها في قرن او اكتر من القرن كمان. هنتكلم النهارده عن العدسات القديمة بتاعت الكاميرات الفيلم والكاميرات بتاعت زمان قوي كده اللي انت ممكن تكون اصلا ما وعدتش عليها او ما شفتهاش. العدسات دي في العصر اللي احنا فيه دلوقتي بتتلقب باسم عدسات ألوز، ده احنا في مصر هنا طبعا، او الاسم المتعارف عليه M42 لينز، عدسات الام 42. ايه ام 42؟ ليه ام 42 بالذات؟ لان العدسات دي ما بتشتغلش على الكاميرات الحديثه غير بادابتور، لان هي قديمه فكانت شغاله على الكاميرات القديمه، انما على الحديثه مش هتشتغل. فالادابتور بيجي على مقاس العدسه وبيكون مقاسها هو ملقبينه بقى M42، عشان كده اطلق عليها اسم عدسات M42 او M42 او ألاووز. بس انا هوريكم هتفهموا ليه هي ألاووز وليه M42 والكلام ده كله. معايا عدسه واحده بس منهم النهارده، طبعا العدسه دي مش الكل في الكل ومش الوحيده في الموضوع ده، بس هي المتاحه معايا. طبعا انتوا عارفين ان انا ما ببخلش عليكم باي معلومه، فالموجود معايا بعمل عنه ريفيو. العدسه دي هي طبعا قبل ما اقول ماركتها وقبل ما اقول اي حاجه عنها، الماركه في ماركات العدسات دي زي نيكون وكانون وسيجما وتامرون، بس اسماء اول مره هتسمع عنها في الفيديو ده. اول مره ممكن تيجي في دماغك الاسم ده، يعني ايه الاسم ده وازاي ما اسمعوش انا في التصوير بقالي سنين. مش عشان انت ما بتعرفش، لا، عشان انت مش مهتم بالمجال ده بالذات او مجال العدسات القديمه ده. العدسه اللي معانا النهارده هي عدسه اسمها بنتاكون. بنتاكون ده هو ماركه العدسه، انما البعد البؤري بتاعها هتلاقي الابعاد البؤريه زي العدسات بتاعت اليومين دول بالظبط، 50 مللي و85 مللي و100 مللي والكلام ده اللي احنا عارفينه، اللي هو اف 2 و8 مثلا فاتت عدسه، اف حوالي 8، اف 1 و4، الكلام ده كله ثابت. هو بس ماركه العدسه اللي بتختلف لان هي شركات قديمه. العدسه يعني يا رب تكون واضحه لكم شكلها. مبدئيا العدسه بتبقى كلها معدن، حديد في حديد كده. وزنها يعني مثلا يكاد يكون حوالي 200 جرام وداخل على ربع كيلو. عدسه مش خفيفه، يعني دي 50 مللي، لو قارنتها بال 50 مللي النيكون او الكانون هتلاقي ان ال 50 مللي بالنسبه لهم لعبه، ان هي تقيله شويه وكلها معدن في بعض. طبعا دي حاجه حلوه، اللي لا قدر الله وقعت منك مش هيحصل لها اي حاجه خالص، بعكس اللعب بتاعتنا ال 50 مللي النيكون والكانون لو وقعت هتتكسر 100 حته. العدسات دي او العدسه دي هي دي 50 مللي اف 1.8، فاتت عدسه 1.8. طبعا هو مكتوب عليها، او انا مش عارف ظاهر لكم ولا مش ظاهر لكم هنا في الفيديو، يعني يا رب يكون ظاهر لكم شويه. انا بحاول اقرب لكم العدسه عشان تشوفوها. طبعا هسيب لكم برده كام صوره للعدسه، شكل العدسه نفسها في اثناء الفيديو، وهسيب لكم كام صوره من تصوير العدسه في اخر الفيديو عشان تشوفوا الكواليتي بتاعت العدسه. طبعا العدسه زي ما قلنا غير عدسات اليومين دول، فما بتركبش بالشكل اللي احنا عارفين بتركب بيه العدسات بتاعتنا. عدسه الماونت بتاعها هنا بصوا، يعني ألاووز، يعني مش بركبها في الكاميرا وأقوم لافف العدسه نص لف كده تعمل صوت بكده ركبت، لا دي ألاووز بتركب زي اللمبه بتاعت السقف بالظبط. ألاووز تخش في الكاميرا وتركب كده. طب الكاميرا بتاعتنا ما فيهاش الألاووز او ما فيهاش الماونت ده، هل خلاص كده العدسات دي تترمي او لو لقيت حاجه منها ارميها او ما استعملهاش؟ لا، بتستعملها.
بس عن طريق حاجه اسمها ادابتر، اللي هو بيحول القلاووز ده لمكان الماونت بتاع الكاميرا او المكان بتاع العدسه اللي فيه الكاميرا. الماونت ده هو ما هو الا حته حديده كده، حلقه بيركب فيها العدسه ال M42 وبعد كده بتركب في الكاميرا. طبعا في منه نيكون وكانون عشان اختلاف الماونت بتاع النيكون والكانون. الادابتور ده في منه نوعين. نوع فيه ازاز، الازاز ده عشان يظبط معايره العدسه، طبعا العدسه قديمه والكاميرا حديثه، يظبط معايره العدسه يخليك تعرف تصور بيها عادي زي باقي العدسات. وفي منهم غير ازاز، وده بيحول العدسه الى حد ما ماكرو، وبيكون جودته افضل لان ما بيكونش فيه حاجه بين العدسه والسنسور. طب بيركب ازاي؟ ده بتركبه في الكاميرا كده عادي، في العدسه كده قلاووز زي ما احنا قلنا، وتقرط عليه جامد وبيركب في العدسه. طبعا انا الكاميرا مش معايا دلوقتي، او مش معايا كاميرا تانية اجرب عليها دلوقتي ان انا اركبه قدامكم، بس هو اصبح الماونت اللي هنا ده او اخر العدسه بقى يركب على الكاميرا عادي جدا. نيجي بقى لطريقه استعمال العدسات دي. العدسات دي طبعا مانوال فوكس، مانوال ابرتشر، يعني فتحه عدسه يدويه. ازاي؟ طب ما لما بركبها على الكاميرا اي عدسه بغير كل حاجه من الكاميرا؟ لا، انسى الكلام ده خالص. نبص هنا هنلاقي في العدسه في 2 رينج الاول للفوكس زي ما انتم شايفين كده، طبعا هو بيبقى تقيل شويه عشان معدن في معدن. والرينج التاني لفتحه العدسه، بيكون فتحه العدسه مترقمه هنا 1 و8 2 و8 4 5 و6 8 F11 F16. طبعا انت بتغير من هنا. اكيد سامعين طبعا الصوت بتاع الرينج ده، الصوت انا بحب الصوت ده جدا على فكره. طبعا الفتحه هنا بتضيق وبتوسع معاك مع لما تغير فتحه العدسه، اكيد ظاهر. طيب كده عرفنا فتحه العدسه وعرفنا الفوكس. دلوقتي لما اركبها على الكاميرا هتقراها ايه؟ للاسف من عيوب العدسات دي عشان هي طبعا قديمه، الكاميرا ما بتقراش اللينس. يعني لما بتحط العدسه على الكاميرا ممكن يقول لك لينس نوت اتاتشد، يعني اللينس مش متصل، او بيضيع لك الاكسبوجر ميتر، بيقول لك كده مش موجود او مش شغال. ومجرد فتحه العدسه شرطتين، يعني هو الكاميرا مش شايفه ان في عدسه، بس هو في عدسه راكبه بس مش شايفه ان في عدسه. طب هصور ازاي كده؟ ما فيش اكسبوجر ميتر ومفيش فتحه عدسه قدامي، انا هصور ازاي؟ انا متعود على النيكون والكانون هعرف اظبط كل حاجه من الكاميرا. هو هنا بقى طولة البال اللي انا بتكلم عليها في اول فيديو. ليه؟ لان انت هتصور على التيست، على الاختبار، هتركب اللينس وهتفضل تتست لغايه ما تطلع النتيجه اللي انت عايزها. يعني ايه؟ يعني انا عايز اصور على مثلا F2.8 مثلا، F2.8 او اي فتحه انا عايزها. هجيب فتحه العدسه من هنا اظبطها زي ما انا عايز F2.8 او زي ما انا عايز، وهركبها في الكاميرا. تمام؟ وهشوف الايزو بتاعي المناسب للوضع اللي انا فيه. يعني انا بصور في الشمس ولا بصور في ضلمه ولا مثلا اصور في وضع خارجي، خلي الايزو بتاعي مثلا من 100 ل 200 على حسب، والعب بقى في الشوتر بتاعي لغايه ما الصوره تظبط معايا. طبعا هتظبط معايا عن طريق عيني، انا هشوف الصوره لما تخرج بعد ما اصورها هتبقى عامله ازاي. مش هقدر احكم عن طريق اكسبوجر ميتر لان مفيش اكسبوجر ميتر، فهصور وهشوف بعيني الصوره طالعه عامله ازاي. طبعا نصيحه، حاول تصور رو لو بتصور بالعدسات دي، عشان لو الصوره معاك مظلمه شويه او فاتحه شويه تظبطها على الايديتنج. تاني نصيحه، لو انت عايز تاخد احد صوره بالعدسات دي، محتاج اولا يا اما ترايبود عشان تكون العدسه ثابته على، يعني مفيش فيها اهتزاز، لان الشاربز بتاعها بيقل مع الاهتزاز. لو انت ايدك اتهزت الصوره تطلع طبعا بلوري كده، انت عارف الكلام ده. يا اما تصور على شاتر سريع جدا، ممكن توصل لواحد على 1000 او 1 على 2000 او اكتر لو تقدر، لان كل ما الشاتر عالي كل ما الصوره بقت اكتر حده. العدسات دي عشان ما فيهاش منع اهتزاز، ما فيهاش ميكنه من جوه، هي كلها حديد في حديد، ما فيهاش VR او اي حاجه تمنع الهزه اللي فيها، ما فيهاش اوتو فوكس، ما فيهاش اي حاجه، كلها كده زي ما انت شايف، فالاهتزاز فيها بيبقى مش حلو. فنصيحه، صور يا اما على ترايبود يا اما بشطر عالي قوي. دلوقتي انا نازل سيشن ومعايا العدسه دي، هل هصور بيها ولا اعمل ايه؟
برضو نصيحة تانية، العدسات دي بتزهق اللي بيتصور مش اللي بيصور. اللي بيتصور هيفضل ثابت في مكانه، تفضل انت بقى تست، لا مهزوزه، لا فاتحه، لا غامقه، لا انا ازود شطر، لا اقلل ايزو. خصوصا لو انت مبتدئ هتلاقي الموضوع صعب شويه، انت عمال تعمل معدات في دماغك، اقلل ايه وارفع ايه واعلي ايه وازود ايه وانقص ايه. فالعدسه دي متعه، مش دي بالذات، العدسات الام 42 انا من وجهه نظري او انا شخصيا بستمتع باستعمالها. بستمتع ليه؟ لان انا المانجر كل حاجه، انا متحكم في كل حاجه، بتحكم في الايزو وفي الشطر وفي والفوكس، بتحكم في كل حاجه، بحس ان انا المانجر بتاع الكاميرا. ده اول هام. تاني هام، العدسات دي العزل بتاعها يعني مش اكتر من الفظيع، يعني العزل بتاعها ملوش حل، ملوش مثيل. العزل بتاعها جميل جدا جدا جدا، بس مقابل كده بتخسر بعض الحده زي ما انا قلت، مقابل كده بتحتاج بعض الوقت الزياده، مقابل كده انت ممكن اللي بتصوره يزهق منك. يعني دي بعض مميزات العدسه وبعض عيوبها. بس لو انت من النوع اللي بيستمتع بالتصوير كتصوير، صدقني مش هتندم لو معاك عدسه زي دي ونازل مثلا بتصور ليك انت كهوايه، او بتصور حد من اصحابك كنوع من الفكاهه او خروجه، بتصورهم عشان تطلع صور العزل بتاعها قوي، الوانها حلوه، كل حاجه. بس محتاج شويه صبر، محتاج شويه ممارسه، عشان هي مش زي العدسات اللي معاك واللي معايا، لان هي متعبه حبتين 3 4. يا رب يكون الفيديو عجبك وعرفت فيه حاجه جديده ما كنتش تعرفها، زي ما انا ما كنتش اعرفها من فتره برضو عرفتها. وبرضو مازال في انواع تانية غير العدسه دي، في ماركات تانية ممكن تسمع عنها لو دخلت في المجال ده او مجال العدسات القديمه، تاكومار، كارل زياس، بنتاكون زي ما قلنا، هيليوس. في ماركات انت مش هتعرفها غير لو اتمكنت او دخلت جوه مجال العدسات القديمه ده، وسعرها مش غالي. في عدسات منها غاليه بس المعظم مش غالي، ممكن تلاقي سعر العدسه حوالي 400 500 جنيه. في عدسات منها بتوصل لاكتر من 1000 جنيه، بس طبعا زي ما قلت لك تاخد افضل نتيجه لازم ترايبود معاك، لازم يكون قدامك صبور شويتين 3 برضو وانت تكون متمرس فيها. واخيرا وليس اخيرا، لو انت عندك عدسات زي كده او عدسات قديمه، او حد عندك في العيله كان ليه في التصوير من زمان وعنده عدسات زي كده، ونصيحه استعملها، اشتري ادابتور. الادابتور ده بيتباع على النت عادي جدا في مواقع اونلاين، وبيتباع على مواقع عالميه، بيتباع في مصر هنا بس قليل جدا. ولو مش هتستعملها او ما بتحبش العدسات دي او مش ناوي تجازف بيها، ممكن تبعت لي مسج على الصفحه او تسيب لي كومنت، ممكن اخدها منك، لان انا فعلا بعشق العدسات دي. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واعمل شير، ولو مش مشترك اشترك، ولو عندك اي سؤال سيبه في كومنت او ابعت لي برساله على صفحتنا على الفيسبوك. وبشكركم جدا على ال 5000 سبسكرايبر، والفتره الجايه عايزين نوصل ل 10000. ولو حد بعت كومنت وما ردش عليه في ساعتها فيا ريت ما يتضايقش، لان انا ما ببقاش موجود، والحلقات بتنزل اوتوماتيك لوحدها عشان انا مش موجود، واللي متابعني عارف انا مش موجود ليه. شكرا.